الويندوز كولينج كونفنشن يعني آه، اللي هو الشرط، مش الشرط، الطريقة اللي الويندوز بيعمل فيها، بيسجل فيها في الستاك يمسح الستاك. احنا اتكلمنا ايه؟ لازم نعرف في عندي ريجستر كولينج وكولر. في بعض الريجستر محتاج ان انا امسح الريجستر بايدي، وفي بعض الريجستر لا، عادي ان انا اكمل الكود مش هيعمل لي اي ايرورز واشتغل عادي لو ما مسحتوش. طيب آه، هنا بقى بيكلمني يقول لي الريجستر ارجمنتس اللي احنا اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت. عندي الار سي اكس والار دي اكس الار 8 والار 9. احنا قلنا الار سي اكس الديفولت بتاعنا نستخدمه ايه في الكاونتر، صح؟ آه، بس مش شرط، ممكن استخدمه عادي في الارجمنتس، او ان انا اصلا استخدمه ار سي اكس هبصيله في الفانكشن مثلا عدد كاونتر معين عشان استخدمه في فانكشن. طيب والار دي اكس نفس الحاجه، عملت كولينج للبوينتر. ماشي. shadow space اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، ان احنا بنعمل حسابنا في 32 بايت زيادة في الستاك عشان لو في حاجة من الريجسترز دي محتاج ان انا اخزنها واستخدمها تاني. ماشي. الكلين اب هنا بقى الكوال ريسبونسبيلتي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، ان انا لازم اعمل ايه، اعمل مسح للريجسترز دي عشان الكود بتاعي يكمل شغل. آه، ماشي. عندي هنا مثلا مديني مثال بيقول لي ايه، بيقول لي sub RSP 48. يعني ايه؟ دلوقتي احنا قلنا، احنا متفقين كلنا متفقين اجباري ان الستاك لما اجي اعمل كول لاي حاجه محتاجه ستاك، هو بيعمل باي ديفولت 32 بايت، 32 بايت زياده كشادو سبيس عشان يخزن فيها اي حاجه. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، متفقين كلنا عليه. طيب دلوقتي انا عندي الار اس بي 48. ايه 48 دي؟ مش احنا قلنا 32 بس؟ لا، ما هو احنا اكيد الستاك مش هنبصيله مساحه فاضيه بس، احنا في كود شغال، في variables شغاله local variables بستخدمها، فدي الباقي. يعني لما الاقي الكود ده، الباترن ده عندي في الكود بتاع الاسمبلي، اعرف ان انا او في عندي 32 شادو سبيس، اجي اطرح ال 48 دي او ايا كان الرقم موجود ناقص 32، هيطلع لي ايه؟ السايز بتاع اللوكال فاريبلز اللي انا بستخدمها عندي في الفانكشن، او ايا كان اللي بيستخدمه الستاك يعني. طيب عندي بعد كده الكول سم فانكشن، اللي هو الكول، بعمل كول لفانكشن. اول حاجه ان انا عملت سب، هي عملت سب ايه يعني؟ سب اللي احنا قلناها فوق اللي هي الطرح. طيب احنا قلنا ان عندي الميموري شغال من فوق لتحت واطرح. ماشي. فانا عملت طرح، حركت الار اس بي بتاعي اللي هو البوينتر بتاع الستاك بتاعي، عشان ايه؟ ابدا اوسع مساحه عشان احط فيها، اعمل الوكيشن لقيم معينه. فانا اديته المساحه اللي هي بتاعت 32 وال16 بتوع اللوكال فاريبلز اللي انا بستخدمها، وعملت كول بقى للفانكشن. وبعدين ايه؟ بعد ما خلصت الكول والفانكشن خلصت، بعمل ايه؟ اد، بمسح بقى الايه، برجع الار اس بي مكانه، وامسح ال 48 اللي انا كنت بستخدمه. طيب الصورة دي عبارة عن ايه؟ هي ببساطة هي مدية مثال، بيقول لي مثلا عندي فانكشن ايه، الفانكشن ايه الأربعة باراميترز اللي هي نقلتهم، والكور ريتيرن بتاعي عندي هنا الستاك بارامتر اريا، اللي هو مثلا ايا كان بقى اللوكال فاريبلز اللي انا استدعيتهم بقى في الفانكشن دي بستخدمهم. عندي البارامترز دول، ده هنا بيقول لي ايه يقصد بيهم؟ يقصد ان انا كده كده استخدمت البارامترز دي او ما استخدمتهاش، انا حاجزهم. ايه المقصود ايه ده بالضبط؟ ده كده الshadow space بتاعي اللي هو ال4 register دول، إن أنا مهما كان بقى الfunction باعمل لها call فين أو محتاجهم مش محتاجهم، هي كده كده هتعمل لهم تحجز لهم مكان. وده الباقي بتاع الfunction بتاعي. طيب هو هنا بيقول إيه؟ number of entries is equal to 4 or the maximum number. المعلومة اللي إحنا لسه قايلينها، استخدمت ال4 أو ما استخدمتوش، أنا هاحجز لك أقل حاجة عندك 4، ال4 كده كده هاستخدمهم، هاحجز لهم مكان. أنت بقى زودت دي حاجة تانية، و whatever is greater. زودت بارامتر ماشي هحجزهم لك، بس ما تجيش تقول لي احجز لي اقل من الاربعه دول اللي هم ال 32 بايت شادو. هو هنا بقى ايه الفانكشن؟ هنا ايه فانكشن ايه عامله كل الفانكشن بي نفس الفكره، وسعت مكان لوكال فاريبلز، والفريم بوينتر هو كأن البوب فانكشن شغاله، او ده في الران تايم يعني، ففي فريم بوينتر بيتحرك معايا. allocate space بيقول لي لو انا استخدمت allocate space اللي هي حاجه ليها علاقه ببوينتر وهكذا، كل بوينتر. وعندي هنا الstack البارامتر اللي هو البارامتر الزيادة بتاعة الstack، والhome برضه.
كده في فانكشن حاجة محتاجة ستاك هاحجز ال4 دول، ونفس المعلومة دي تحت. ماشي. الstack control الpush والpull والcall إيه دول؟ دلوقتي أنا محتاج اللي إحنا اتكلمنا عليهم فوق. ماشي، لأ إحنا فوق اتكلمنا في الsub وadd. طيب إيه الpush والpull؟ push من اسمها إن أنا بادفع حاجة. طيب هاكون إيه اللي بادفعه؟ بالضبط، إن أنا بادفع pointer بازيحه في الmemory عشان أزود إيه؟ هازود أفتح مكان في الmemory أحجزه. كأني مثلًا في أيًا كان بقى حيطة. ماشي، إحنا كده قُلنا إن الmemory عندي فيها isolation لكل process، فلازم أحدد الsize بتاعي في الmemory عشان ده أستخدمه. طيب في الrun time بابدأ إن أنا باعمل push لarea جديدة في الmemory عشان أبدأ إن أنا أستخدمها، وده ببساطة اللي بيعمله. عندي هنا بيقول لي مثلًا الREX push REX يعني إيه؟ يعني اعمل لي اللي هو اللي فوق ده equal دي حرفيًا. أنا إيه اللي عملته هنا؟ ضيف لي الREX عندك في الstack. ماشي. فلما ضفت عندي ال REX في الstack إيه اللي حصل؟ زودت مساحة، محتاج مساحة عشان نحطهم، واحنا زي ما احنا قلنا الأدرس عندي من السالب مش من السالب موجب، بيتحرك من فوق لتحت، بيطرح بالظبط. فأنا طرحت 8 بايت عشان أضيف ال REX. 8 بايت دي أيوه 8 بايت اللي هو 64 بت، اللي هو المساحة بتاعة الريجستر REX. أنا زودت له مساحة عشان يحط فيها القيمة دي. بعد ما خلصت بعمل بوب بالظبط، برمي القيمة دي خلاص. طب هو بيقول لي البوب للار بي اكس يعني الار بي اكس دي احنا اتكلمنا فيها الريجستر برضه في الفيديو بتاع الريجستر، اللي هو ايه البيس بتاع الستاك. خلاص خلصت انا الاستخدام بتاع الستاك، فهرمي بقى ايه البيس انا مش محتاج. فده بالظبط المقصود يعني في الاثنين انستراكشن دول. طيب ايه تاني؟ الكول. ببساطة بعمل كول فانكشن بخلي الريب تجمب تروح للفانكشن دي. الريتيرن نفس المعنى، ان انا بعمل ريتيرن بقى للقيمة، برجع بقى الريجستر بتاع الريب برجعه تاني للقيمة بتاعته اللي هو كانت ما قبل الفانكشن، المكان الموجودة فيه ايه، المكان اللي كان موجود وقف فيه عنده الكود اللي هو في المين فانكشن. طيب عندي بقى الميموري ادرس مود اللي احنا اتكلمنا فيه احنا في الاميديت، ان احنا بقى انا بنقل القيمة في الريجستر بنقل الريجستر جوه الريجستر اندايركت. بالظبط انا بنقل القيمة العنوان. دلوقتي الار سي اكس فيه عنوان، بروح اخد العنوان ده، بروح للعنوان ده واخد القيمه اللي فيه واديها في الريجستر. الريب ريلاتيف يقصد بايه؟ يقصد ان انا ممكن استخدم الريب في الموضوع ده اللي هو احنا كنا اتكلمنا فيها فوق، معرفش ولا لا، بس عشان بس ما اطولش. يقصد بيها ايه؟ انا دلوقتي في مكان، نفس المثال اللي احنا بنقوله تقريبا كل فيديو، ان انا في مكان وعايزه اروح لمكان تاني ازود 5 خطوات، اعمل ايه؟ ريب زائد 5. فبالظبط هو ده اللي بتكلم فيه، ان انا ممكن اعمل الريب كحاجه اخد بيها اتجاهي يعني. سكيل اندكس اللي هو الاريا اكسس زي ايه؟ عندي مثلا هنا جروب الاي اكس، عايز احط فيها قيمه ايه؟ العنوان. ماشي، سكوير براكت يعني ده هروح عنوان وبعدين اخد منه قيمه. طيب ايه العنوان اللي انا هروحه؟ الار اس بي زائد الار سي اكس مفهوم، زائد عنوان. يعني عندي احنا كده هنا شغالين في ستاك، فايه المقصود ده بقى هنا؟ ار اس بي اللي هو البوينتر اللي انا في الستاك صح، ار سي اكس اللي هو بتاع الكاونتر. طيب بتاع الكاونتر في 4 اللي انا بتحرك 4 اندكس صح كده؟ ايوه بالظبط. فانا الار اس بي اللي موجود انا الاندكس اللي انا فيه زود لي عليه 4 اندكس. يعني انا مثلا كنت في الاري في الاندكس رقم 4 هتروح لي بقى الرقم 8، ومن 8 هناك زود لي اللي هو القيمه بتاعت ال 20. ال 20 زودها، يعني انا رحت للقيمه 8 من هناك، زود بقى 20 الرقم 20 وروح لي بقى للادرس الجديد ده وهات منه قيمه حطها في الاي اس. ده ترجمه ايه ماشي، ده ترجمه الانستراكشن ده يعني. طيب عشان نوضح فكره، احنا اتكلمنا في الريجسترز المره اللي فاتت عن حاجه ليها علاقه بالسيتو سيرفر صح؟ ايه هي؟ الار اس اي والار دي اي، السورس والديستنيشن. قلت ان انا بستخدمهم عشان اعمل كونكشن سيتو سيرفر اتاك، اللي هو ان انا بنقل من مكان للتاني او شيل انقل الداتا من مكان للتاني، اكس داتا اكسفلتريشن او ايا كان صح؟ صح. طيب
انا عشان انقل بقى من ار اس اي لار دي اي مش لازم في اوبريشن بتحصل. فهي دي الاوبريشن دي ان انا بعمل ريب موف سبيد. هي بتعمل ايه؟ بتعدل لي على الكاونتر الداتا اللي موجوده في الار اس اي، تبدا انها تعد على كل حاجه وتعمل فاست كوبي في ايه في الار دي اي. دي الانستركشن دي بتعمل كده، يعني انا لو كتبتها هي بتعمل كده، بتبدا تعد الموجود في الار اس اي وتحطه في الار دي اي وايت بايت. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الريب نوت ايكوال سكاسم. ايه دي؟ بيقول لي بعمل فايند بايت ان سترينج، يعني هي بتبدا تشوف الحرف اللي انا بدور عليه. ماشي، تبدا انها تتشيك على حرف معين، ابدا اشوف موجود ولا لا. يعني هو طول ما هو نوت ايكوال انت هتفضل مستمر في الاوبريشن. يعني دلوقتي انا مثلا عايزه ادور على حرف مثلا اس في كلمه هالو. دلوقتي كلمه هالو همشي على كل حرف. اتش ما لقيتهوش كمل، اي ما لقيتهوش كمل. طبعا ده كل ده والريجستر بتاع الار سي اكس هو خلاص حافظ، خد الرقم بتاع الكاونتر بتاعي، كل ده الريجستر شغاله. ف- هكمل. اتش لا، اي لا، ال لا، ال لا، اي لا. خلاص خلصت الكاونت بتاعي خلص اللي هو الار سي اكس. فايه ابدا خلاص الشرط ما اتحققش، ما لقيتش الحرف اللي انا بدور عليه اللي هو الاس. طيب ليه هو دلوقتي عايزين نسال سؤال يعني، ليه انا محتاج الار سي اكس لما هي الكلمه خلصت؟ لا، ما هو انا دلوقتي في الميموري ما تعرفش ان الكلمه خلصت. يعني انا دلوقتي عندي الكلام موجود في الميموري كله جنب بعض، مفيش اي حاجه تفصل بينهم. فلازم الار سي اكس تديتكت، او انا اللي هحط لها قيمه على عدد الكلمه اللي موجوده عندي عشان تعمل عليها اللوب. غير كده هي هتكمل للاخر بدون توقف لحد ما تلاقي حرف الاس. ماشي. ف- ده ببساطه ايه الانستراكشن ده. طيب عندي انستراكشن تاني اللي هو الريب ايكوال الكومبير. ايه ده؟ بيقول لي ان انا بعمل كومبير من 2 بايتس في البفر. طيب آه، ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي ايه، بيقول لي مثلا هو مديك مثال ان الباسورد تشيك. دلوقتي انت عشان تعمل باسورد تشيك فانكشن في الكود العادي بتعمل ايه؟ بتديتكت او بتجيب الرقم انت دخلت كام حرف في الباسورد بتاعك، صح؟ 8 مثلا. فانت دلوقتي عايز تعدي على كل حرف وتتشيك هو الحرف اللي موجود في مكانه ولا لا، صح كده؟ انت مثلا الباسورد بتاعك هالو، فانت عايز تتاكد ان كل حرف انت كاتبه صح، مش كاتب مثلا هولا مثلا بالاسباني. ماشي. آه، فانت مثلا هتبدا ان انت تشيك على الحروف. طيب التشيك ده محتاج الانستراكشن ده بيعمل كده، بيبدا ان هو الار سي اكس ادخل له ان انا الباسورد عندي 8، يعمل بقى اللوب بتاعته لحد يكمبير، يفضل مستمر لحد ما يلاقي حرف مختلف، على عكس الريب نوت ايكوال اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. الريب ايكوال بتفضل مستمره طول ما هم شبه بعض. ماشي. فده ببساطه ايه الانستراكشن ده شرط الكود ده يعني. طيب عندي بعد كده هو بيقول لي ايه التول في الفيجوال اسمبلي اللي انا بستخدمها. اشهر حاجه الايدا. ايدا اللي هو البرنامج بتاع ايدا بيعمل لك اسمبلي كويس جدا بالشكل ده. في الكود بتاعك يبدا يظهر لك بقى الكود بتاع الاسمبلي نفس الاستراكشر اللي احنا لسه قايلينها، البوش والكول والجامب والكومبير. فالوصلة دي كانت اشهر انستراكشن اللي فيه. برضه جيترا، برضه اكسرف. وهنا بيقول لي يعني ان انا اعمل اكسرف في ايدا عشان أبدأ أشرح ده. يعني إن شاء الله إحنا لو كملناه في البلاي ليست، طبعا مش هنشرح الكلام ده في البلاي ليست دي. لو لينا عمر إن إحنا نعمل بلاي ليست جديدة لحاجة زي المالون أناليسيز على سامبلز حقيقية، أو إن إحنا نبدأ في كتاب معين، أكيد هنشرح حاجات دي. بس إلى ذلك الوقت يعني دي البرامج الأشهر اللي هم أيضا وجيتر. طيب عندي بيكلمني بقى بعدين على كومن باترن موجودة في الديس اسمبلي. اف إلس لوب سويتشز، طبعا إحنا اتكلمنا فيهم في إيه، واحنا بنتكلم شرحنا اكتر من مثال على الحاجات دي. اف إلس اللي هو ايه الكومبير والجامب، الحاجات اللي احنا شرحناها. شرح الحاجات دي كلها واحنا بنتكلم في الفيديو ده. ببساطة هو بيقول لك ان الباترنز اللي انت محتوى ان انت تلاقيها في الكود، تشوفها تقول دي اف إلس، دي لوب، دي إيه مثلا لقيت ار سي اكس بيعد معايا وجامب، فهتوقع ايه؟ لوب، في كاونتر بيعد لوب. طيب لقيت مثلا التيبل اللي لقيت جامب ريب
والتيبل والار اكس. هنا اقصد بايه؟ ان انا بعمل جامب. انا موجود مثلا سويتش كيس بتتكتب في كود ازاي؟ سويتش بكتب الشرط وبعدين الكيس 1 كيس 2 كيس 3 صح؟ وهو انا عندي دلوقتي في الريب بتاعتي اللي هي ايه؟ السطر بتاع سويتش الاف كونديشن بتاعي. وما بعد ذلك التيبل ده فيه ايه؟ اللي هو الكيسز بتاعتي 1 و2 و3. وبعدين الار اكس ببدا ان انا احركه بناء على ايه؟ كيس موجوده عندي ار اكس في 8 يعني روح لي للكيس 8. ماشي؟ انا هنا ما عملتش بلس، انا بعمل هنا مالتيبليكيشن يعني اضرب لي في 8 يعني روح لي للكيس رقم 8. كل كيس عندي هنا ب8 بايت، فهتضرب في 8 هتروح لي بقى للتاني. آه ماشي. بعد كده عندي بيقول لي الانتي دوبنج تكنيك اللي احنا اتكلمنا فيه ايه المره اللي فاتت في الريجستر، اللي هو ايه البي بي. احنا قلنا ان ده عباره عن بلوك في البروسيس انفايرمنت او اي انفو تخص البروسيس. واحنا قلنا فيه فلاج، اشهر فلاج فيه اللي هو البينج دوبنج. ده الفلاج ده ايه؟ بيتشيك على ان انا بعمل انستراكشن الريب شغال عندي ولا لا. صح كده؟ آه فايه اللي بيحصل؟ فانا مثلا عندي في الكود بيقول لي بقى ازاي بيحصل بقى، ازاي بتشيك او الكود ده بيكون موجود ازاي في الكود. ماشي؟ عشان يتشيك فيه ديباجنج ولا لا. موف ار اكس الجي اس تي يعني روح لي للبي بي. احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ ان احنا عندنا في بلوك لكل ثريد، وكل الثريدز بتاعه البروسيس موجوده كلهم في البلوك بتاع ايه؟ البي بي. طيب عشان احنا اتكلمنا فيه، احنا عشان نروح بقى للبلوك بتاع البي بي اعمل ايه؟ اول ادرس فيه ازود اعمل جي اس 60 صح؟ فببساطه هحط الجي اس 60 احطها جوه الار اكس. اللي هو انا دلوقتي الار اكس بتاعتي لما اجي استعدي اعمل لها كول هروح لايه؟ للبي اي بي. طيب آه طيب بعدين انا بكتب هنا كومبير بايت بي تي ار اللي هي بوينتر يعني ار اكس بلس نيم يعني. آه دلوقتي احنا اتفقنا ار اكس دلوقتي فيها ايه؟ الادرس بتاع البي اي بي صح؟ لو زودنا على 2 معناه ان نروح لي بقى للفلاج بتاع البينج دول، هو موجود على بعد 2 من البي اي بي. روح لي للفلاج ده وقارنه لي، الفلاج ده قارنه لي القيمة بتاعته بزيرو. لو كانت زيرو خلاص كمل الجامب نوت ايكوال. لو كانت بزيرو ما تعملش جامب. لو كانت برقم مختلف اللي هو بواحد يعني الفلاج بواحد يعني في ديبج صح، يبقى في ديتكت. يبقى روح لي الاندر ديبج الفانكشن بتاعت اندر ديبج. ايه الفانكشن دي؟ ممكن تكون كل البروسيس فانكشن بتعمل كده. بص خلاص انا عملت ديتكت ان انت عامل لي بتعمل ديباجنج دلوقتي في الكود بتاعي، انا هقفله لك خالص اعمل كده. فدي الطريقه بتاعت ايه الانتي ديباجنج تكنيك اللي بتحصل. طيب عندي برضه احنا اتكلمنا برضه في الكود في الباتشنج. طيب ازاي؟ اشهر طريقه لما تيجي تتعلم باتشنج في الكود بتاع الاسمبلي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي شرط بتاع جامب الغي الشرط ده واعمله انستراكشن جامب عاديه. وده ببساطه اللي بيقول لك حرفيا جامب نوت زيرو. ماشي؟ دلوقتي ده شرط صح لازم يتحقق عشان اروح لادرس معين. طيب انا دلوقتي الشرط ده ما اعرفش احققه ازاي. انا دلوقتي بعمل ديباجنج او بعمل باتشنج في كود كراكنج يعني، بس انا غير مسؤول عن اي حاجه برضه. بتعمل كراكنج فانت عايز تتخطى حاجه وتروح على طول لادرس معين. فايه اللي بيحصل؟ انت بتغير بتبقى عايز تشيل بقى الشرط ده تعمل ايه؟ تكتب في الكودينج بتاعك هتشيل الجي ان دي وتكتب ايه؟ الجامب. الجامب دي بتعمل ايه؟ بتروح للادرس على طول من غير ما يتحقق الشرط. فانت كده عملت ايه؟ انت سكبت الشرط. بالظبط. ده بالظبط اللي بيحصل في الكراكنج، بس مش عايزه احكي تفاصيل بالنسبه للمثال ده عشان ايه؟ كل ده اسف يعني. طيب ده بالنسبه للجامب. طب في ايه تاني؟ احنا اتكلمنا برضو عن حاجه بنتكلم فيها في الاوفر فلو. اتكلمنا ده في تاني فيديو او اول فيديو مش متذكره. بس اتكلمنا عن حاجه لما باجي اعمل بفر اوفر فلو باضطر إن أنا ما باكونش عارف بالضبط إيه الكمال اللي أنا وصلت له، يعني زيادة عن الmemory أنا وصلت لحد فين. طب أعمل إيه؟ إحنا اتكلمنا إن إحنا بنعمل حاجة اسمها loop spray، هو heap spray. فإحنا بنعمل إيه؟ بالضبط إحنا الloop دي instruction يعني ولا حاجة حرفيًا. يعني هي instruction بيقول لي الinstruction دي فاضية ما بتعملش أي حاجة، هي ما بتعملش حاجة حرفيًا.
واحطها عشان الغي الانستراكشن. فلا تخيل لما اجي اعمل دلوقتي عملت صورة البرنامج حققتها اللي هي بتاعة البفر فلو، عايز الغي بقى كل اللي موجود جنبها عشان احط بقى الكود بتاعي. اعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها نوب سليد. وأنا بيتكلم في إيه النوب سليد دي؟ في إيه؟ إن أنا باعمل سليد لحد ما أوصل إيه للكود اللي أنا حطيته. أنت دلوقتي في الميموري عملت استغليت ثغرة ووصلت لأدرس معين وأنت ما تعرفش أنت فين. أنت عايز توصل للكود اللي أنت عملت له انجكت، أيا كان بقى الطريقة اللي أنت استخدمتها بروسيس انجكشن أو أيا كان، بس أنت ما تعرفش أنت وصلت لحد فين، البروسيس انجكشن دي حطيتها فين. أنت بتعمل حاجة اسمها نوب سليد، بتغرق الميموري كلها نوب الانستراكشن دي اللي هي الغي بقى كل حاجة لحد ما توصل لإيه؟ للانستراكشن تنفيذ. الانستراكشن تنفيذ هتكون إيه؟ بالضبط الانجكشن اللي أنت عملته هيتنفذ. وقتها إيه؟ هيحصل بقى إيه الإكسبلويت. ده ببساطة إيه الشيل كود باينري باتشنج. طبعًا برضه لما آجي أعمل باتشنج لحاجة أعمل instruction معينة عايزة ألغيها خالص باكتب loop برضه. يعني لو في عندي حاجة اسمها move move مثلًا عايزة ألغيها خالص، مش عايزاها تنقل القيمة، باكتب loop هي هتلغيها. ماشي، بس كده. هنا بقى بيتكلم عن ببساطة إحنا اللي استخدمناه في الreverse engineering في الأجزاء دي registers. استخدمنا برضه الmath في الexoring في الحسابات. في الstack استخدمنا برضه حسابات إن أنا باتحرك على مدار الstack. أنت تقريبا يعتبر فهمت 80% من الريلز assembly patterns اللي بتحصل. طيب، آه، دي احنا قلناها بس هي مزودة أنواع تانية. اتكلمنا عن immediate النقل بتاع الريجستر بتاعت الداتا. بالنسبة للريجستر للريجستر الدايركت اللي هو ايه؟ إن أنا على طول هنقل له القيمة اللي في العنوان. ده عنوان، ماشي، روح لي بقى العنوان ده وانقل لي القيمة دي. ممكن أكتبه كده عادي، يعني مش شرط أخلي الريجستر هو اللي يكون حامل العنوان وبعدين أروح للعنوان ده، لأ ممكن أكتب العنوان على طول أقول له روح. طبعا ده نادر لأن ده ما بيحصلش، أنت مش هتكتب عنوان حاجة مهمة عندك في الكود في البروسيس. وكمان زي ما احنا اتفقنا في ألجوريزمات كتير بتغير العناوين على طول زي ال ASLR. أنت مش هتعتمد على إن أنت تكتب عنوان معين، فعشان كده ده نادر. دايما بيحصل إن أنت تعمل indirect. البيز والديسبل اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه إن أنت بتتحرك مثلا على مدار حاجة معينة، على مدار الستاك فأنت بتزود أو تنقص. هنا بيزود الكاونتر وبينقصه. ماشي. آه، ده ممكن يحصل فين؟ يحصل في السويتش كيس. ماشي، دي برضه ممكن تحصل في السويتش كيس إن أنا لما أكون واقف عند مكان معين أو في أي حاجة عادي و- وأزود القيمة. طبعا دي لو ديفكتيف أدرس، خلي بالكم لو ديفكتيف أدرس ما بتاخدش قيم، بتاخد أدرس على طول. عايزة أعمل أكسس للأدرس ممكن أعمل لها موف بعدين. ماشي، بس دي بتاخد أدرس بس. سكيلد إندكس بالظبط إن نفس القيمة السويتش كيس اللي احنا كنا اتكلمنا فيها سطر كود إن أنا أروح الار اس بي مكان معين، أو مش شرط السويتش كيس اندكس اري اي حاجه ليها علاقه بالداتا ستراكشر. عايزه اتنقل من خلال عندي الار اس بي اللي هو البوينتر بتاعي. عدي لي 4 خانات ومن هناك زودي 20. نفس المثال اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب عندي دي مثلا ده مثال لاف إلس فانكشن موجوده في كود بتاع اسمبلي. ماشي. آه، بالراحه كده هنحاول ان احنا نترجمه. عندي كومبير ار اي اكس 10، يعني ايه؟ يعني قررني الريجستر ده القيمه اللي فيه ب 10. ماشي، عرفت ان في مقارنه في اف كونديشن. جامب جريتر لو لقيته اكبر من 10. ماشي، شو عرفت الشرط. لو غير كده، ماشي، جامب لو اتحقق. يعني انت دلوقتي ده لو اتحقق جامب جريتر لو لقيته اكبر من 10 هتروح لي ايه للفانكشن بتاعت جريتر ذان 10. طيب غير كده اعمل لي جامب لاند اف، روح لي لاند اف او انهي لي الفانكشن بتاعك. طيب الفانكشن بتاعت جريتر ذان هنا طبعا هنا كاتب اي حاجه لو الباص ده غير طلع فعلا اكبر من 10 هتروح للاند اف. طبعا هنا كده الاثنين بيحققوا نفس الشرط، بس انا كده طبعا ممكن اغير، يعني مش شرط تكون الفانكشن دي بتعمل كده، ممكن اغير الفانكشن اللي فيها. فاتمنى اكون وصلت لك. هنا بعمل اكسورينج. طبعا اكسورينج لما الاقي نفس الريجستر انا كده بصفره. بعمل لوب ستارت. اللوب ستارت دي فيها ايه؟ طبعا ده فانكشن بعمل initialize لفانكشن. ماشي، بعمل كده في الاسمبلي. الانستراكشن بتاع increase بتزود واحد، وده الاي سي اكس اللي هو
الكاونتر بتاعي زود واحد، وقارني لو الكاونتر ده وصل 100 هتعمل لي جامب بيلو. لو ده كان اقل من المطلوب يعني هتقارني ب 100، لو كان اقل من 100 هتعمل ايه؟ هتروح لللوب ستارت اللي هي دي، هتفضل تعيد كده لحد ما يوصل 100. طيب ايه تاني؟ عندي عندي الموف. ايه عندي هنا مثال تاني اقصد موف اي اكس ار سي اكس قيمه الادرس الموجود في الار سي اكس، روحوا لي وهات لي القيمه اللي فيه حطوا لي في الاي اكس، وبعدين قارن الاي اكس باربعه. طيب هقارنه ازاي؟ اكبر جامب اباف اللي هو يكون اكبر من 4. طيب لو كان اكبر من 4 هعمل ايه؟ هروح للفانكشن بتاع الديفولت. طيب لو ما كانش اكبر من 4 هعمل ايه؟ اعمل لي جامب ل للادرس ده يعني. طيب انا كده عرفت ايه؟ سويتش كيس. احنا كده في السويتش كيس عرفت منين؟ اول حاجه ديفولت، احنا عندنا في السويتش كيس دايما بنعمل ديفولت كيس صح؟ دي اول حاجه. تاني حاجه مش شرط على فكره ممكن تتكتب ديفولت، مش شرط تتكتب ديفولت، ممكن تتكتب اي حاجه. طيب انا عرفت منين تاني؟ عندي الريب والجامب تيبل والريكس اللي هو ايه؟ نفس الصوره اللي احنا شرحناها في الكود، ان انت عندك في المكان اللي انت فيه اللي هي الادرس بتاع السويتش بتاعتك، الكود بتاعك الجامب تيبل زود لي الجامب تيبل بتاعي، وبعدين هتروح لي بقى ايه تعمل كيس عندي ماشي، واتحرك في تيبل اللي هو زود لي التيبل بتاعي الكيسز بتاعتي. طيب ده بالنسبة للفلاج بتاع البينج ديباجر، احنا كنا شرحنا في كود ماشي. الباتشنج لا، هنا بيتكلم ان انا في باتشنج دلوقتي انا عملت جامب نوت زيرو، فلو ما حققتش الشرط انا مش هروح للادرس بتاع الجامب. طيب لما اعملها جامب بس هو هيباص التشيك وهيباص التشيك فانكشن اللي انا كنت عامله الكونديشن، هيروح للجامب على طول من غير ما يتشيك. بس كده دي اول صورة احنا كنا بدأنا فيها صرف محدد، وبس يعني إن أصبت فهو من عند الله وإن أخطأت فهو من نفسي مش غلطان.